السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ طبعا كلنا بنخاف ان احنا نيجي جنب النيش، ودوت بيخليه يلم تراب كتير جدا. فديت كانت تاني مرة تقريبا ان انا اضرب فيها النيش من ساعة ما اتجوزت، او تالت مرة تقريبا. فطبعا هو جرار، فبيلم تراب بسرعة جدا، يعني مش اللي هو مثلا مقفول او كده هعرف احط اللزق على البيبان وكده، لا مفتوح. فللأسف بيلم تراب بشكل بشع، اللي هو عشان هو اصلا قدام شباك وقدام باب، فبيلم تراب زي ما انتوا شايفين كده. المنظر لا يسر. بس الواحد طبعا بيخاف يجي جنبه او بيخاف يلمسه، لان دي من الحاجات المقدسة في البيت، اللي هو ما ينفعش ان احنا نيجي جنبها خوفا من ان يحصل لها حاجة. يعني النيش دوت بجد بجد يعني ابتلاء. اللي هو ما انصحش بيه اي حد خالص، يعني ان هو يجيب بقى نيش ويجيب في حاجات كتير كده. بس انا كنت متجوزة بقى من 4 سنين، فالنيش كان من الحاجات اللي هو ايه ده ما جبتيش نيش، ايه ده مش عارفه ما جبتيش مش عارفه ايه. فكان لازم ولا بد ان احنا نجيب نيش، لان الناس ما بتسكتش. يعني لو جايبه كل حاجه او مش جايبه نيش ترضيها فيه، هيقولوا ان انت ما جبتيش اي حاجه اصلا. بس فجبنا نيش بقى ومشينا تبع التقاليد، ودي حاجه مش حلوه خالص. فقلت بقى ايه اوريكم ازاي انا بنضف النيش بتاعي. ما بغسلش بقى واقعد انشف والكلام ده، لاني بخاف عليهم عشان طبعا طول بنتي، فبخاف عليهم. فبعمل ايه بقى؟ شايفين الشرشوبة اللطيفة ديت؟ دي حاجة جميلة جدا لو عندك، فانت ايه عندك كنز. الشرشوبة دي حرفيا نضفت بيها النيش كله بدون، او عملته على مرتين عشان اكون صادقة، بدون نقطة مية. زي ما انتوا شايفين كده بتلمع الحاجة بشكل رهيب بدون مية خالص. شايفين انا هنا شلت المفرط خالص، ومسحت الارضيه بتاعه النيش بقطعه مبلوله كده، وبعد كده نشفتها بقطعه ناشفه وخلاص، وفرشت المفرش تاني. المشكله عندنا بقى في الحاجات ديت، ان احنا بقى بنبقى عايزين نغسلها وننشفها وخايفين حد يجي جنبها وموال. لكن انا من ساعه ما استخدمت البتاع ديت وانا بعمله او بنضفه تنظيف جاف، اللي هو بخلصه كله في نفس اليوم، اللي هو ما بقعدش بقى استناه ولا اغسله ولا ارصص على الرخامه بتاعه المطبخ قد كده، ولا الحوارات اللي انا يعني اول مره عملت كده. لكن لما اكتشفت بقى الحاجه ديت فكانت منجزه جدا بالنسبه لي صراحه. شايفين الحاجه بتلمع في ثواني؟ شايفين الاطباق عامله ازاي بتلمع؟ ما بقاش عليها يعني نقطة تراب. يعني هي طبعا شايفين الحروف، بس هي ايه الحاجة الظاهرة هي اللي عليها تراب. لكن مثلا الاطباق دي عشان فوق بعضها، فطبعا ايه الحروف هي اللي عليها تراب. بس انا بمسحها كلها زي ما انتم شايفين، ما خدتش مني وقت خالص. ده طبعا الطقم اللي هو الاركوبال. كنت انا جايبه طقم اركوبال، وكان جاي لي طقم هديه اركوبايركس وراكم دلوقتي. فالمفروض ان احنا نجيب واحد بس، ومش المفروض اصلا، ما فيش حاجه اسمها مفروض يعني. ده في ناس بتحطه في المطبقيه، بس انا طبعا ما حطوش في المطبقيه، حطه في النيش، لاني عندي في المطبقيه اللي هو الميلامين. بس ده طبعا صحي اكتر. بس انا بخاف على الحاجات الازاز ديت ان هي تتكسر. مش خايفه عليها خايفه من الضرر بتاعها، إن مثلا حاجه تتكسر تعور حد بتاع الكلام ده. زي ما انتم شايفين الطقم كله ما خدش في ايدي 10 دقايق تنظيف وبقى بيلمع. شايفين غيرت طبعا الرصه. كنت انا في الاول بصور الرصه وبرصها زي ما هي، وبعد كده قلت لي طب ما اغير شكل النيش من فتره للتانية، يعني كل ما انضفه اغير شكله. زي ما انتم شايفين كده الطقم هو طبعا الطقم ده راح عليه حاليا، بس هو شيك جدا وشايفاه رقيق قوي. شايفين بقى القماشه بعد اول رف فقط عامل ازاي؟ شايفين ده وشها وده ظهرها، ده الظهر اللي انا كنت بستخدمه، ولسه هكمل بقيه الصف. شايفين ده الطقم الرف اللي بعده على طول. شايفين برضو طقم الجيلي والحاجات ديت، وطقم الشاي. عارفين اللي هو حاجات زمان بقى دي اللي هي لازم ان احنا نجيبها. شايفين الرف ده طبعا هشيله كله، مش هينفع ان انا انضفه مكانه عشان ما ينزلش التراب على الرف اللي انا لسه منضفاه. وهمسحه كويس جدا والمعه كده، وهرجع عليه الحاجه. طبعا الكاسات والحاجات ديت نغسلها افضل، ما ينفعش ان احنا نمسحها. الكاسات والحاجات دي بسيطه، لكن الحاجات التانية اللي هي ايه الواسعه اللي نعرف ندخل ايدنا فيها وان احنا نغسلها، فطبعا نغسلها افضل. طبعا انا شلت المفارش اللي هي كانت مدلله ديت عشان اغسلها، وطبعا دي من الحاجات اللي ما كانتش برضو اللي هو عجباني. بس انا ايه كنت من النوع اللي هو ايه خلاص انتوا شايفين كده طيب مش ودي حاجه مش حلوه خالص يعني. بس شايفين كده الرف كمان التاني اتعمل، والتالت كمان اتعمل، كل دوت بالقماشه اللي انتوا شايفينها دي بدون نقطه ميه. شايفين بقى الرف شايفين فرق بين اللي اتعمل وبين اللي ما اتعملش؟ فرق شاسع.
طبعا التراب زي ما قلت لكم بيدخل من حيث لا تدري، يعني اللي يشوف دوت يقول ما اتعملش بقاله قرن، بس هو يعني ايه معمول من فتره، يعني نقول ايه دي تالت مره يتعمل يعتبر. لان زي ما انتوا عارفين الواحد بيبقى ايده على قلبه اصلا وهو بيعمل. البحور ما سابتنيش طول التصوير، اللي هو سبحان الله ببقى شايفاها نايمه وخلاص قايمه هعمل حاجه زي كده وخصوصا نيشه او حاجه زي كده الاقيها صحيت، فبقول بكمل بقى هعمل ايه. شايفين ده شكله برضو شكل الطقم ده اللي هو ده الاركوبال، ده اركوايركس تمام. ده اللي كان جاي هديه، فالمفروض ان احنا نجيب حاجه واحده بس. طبعا زي ما قلت لكم مفيش حاجه اسمها لازم دي خالص. كل واحد يجيب اللي هو عايزه. طقم النيش ده برضو ما تجيبوش خالص طقم كامل، هو كفايه نص طقم هينفعكم جدا. تعالوا بقى نشوف كميه التراب اللي طلعت من يعني جزء واحد من النيش. النيش عندي جزئين زي ما انتوا شفتوا، جزء واحد من النيش طلع تراب كتير جدا زي ما انتوا هتشوفوا. وهي بقى بتمتص التراب، يعني هي بتمتص التراب وهي حلوه جدا، بس في منها مضروب. انتوا شايفين الشراشيب ديت او اللي هي شرشوبه، هي اسمها شرشوبه مش عارفه اسمها ايه، موجوده من ناحيتين، في بقى منها حاليا نازل بناحيه واحده، فديت الاصليه مش عارفه كانت ب10 جنيه ولا بكام، يعني حاجه ملهاش لازمه كده. خلاص كده شطفتها من تراب كويس، وهاخد شويه صابون مواعين وهغسلها برضو كويس جدا عشان هنشرها، وهكمل بقيه النيش بيها طبعا بس بعد ما تنشف. ما ينفعش ان احنا نستخدمها طبعا مبلوله على التراب، هتطين لنا الدنيا. شايفين كده نطفت وطلعت كل اللي فيها، وطبعا انجزتنا كتير جدا. شايفين هنشرها بقى وهكمل بيها النيش وقت تاني، يعني هكمل بقيته في وقت تاني. ودوت شكله اهوت خلاص بعد ما خلص كله. بجد بجد طريقة مبهرة جدا ومنجزة جدا. وكده بقى الفيديو بتاعنا يكون خلص، يا رب يكون تحفيزي ليكم وتقوموا انتوا كمان تنضفوا النيش، بس خلوا بالكم. اشوفكم على خير الحلقة الجاية، مع السلامة.